لو انت حابب تصطاد قطة، هل من العقل انك تقعد تجري ورا القطة والقطة تجري منك وتجري ورا القطة والقطة تجري منك، ولا من الذكاء ان انت تجيب شوية لبن وتقطع عليهم شوية عيش وتقعد تنده على القطة بصوت رقيق كده، فالقطة لوحدها تنجذب ليك وتيجي لحد عندك علشان تاكل الفتة اللي انت عملتها؟ فوقتها هيبقى سهل جدا انك تميل عليها وتطبطب عليها وتشيلها وتمسكها. ده ببساطة شديدة جدا هو التسويق بالمحتوى. ايه اللي انت بتعمله؟ انت بتقدم محتوى يقيم، جذاب، يخلي العميل المستهدف يحب يشوفك ويحب يتابعك. ومن الرسائل اللي انت بتبعتها له في التسويق بتاعك او في الكونتنت بتاعك، وقتها هيشتري منك. طب ايه المفروض تعمله بقى علشان تعمل تسويق، يعني خطة تسويقية ناجحة؟ اول حاجة لازم تكون قبل ما تعمل كونتنت او بيس اوف كونتنت لازم تكون محضر نفسك كويس جدا. يعني ايه؟ يعني مذاكر شوية حاجات قبل ما تكتب، تمسك الورقة والقلم وتكتب أو تبتدي تعمل المحتوى بتاعك. ايه الحاجات اللي انت محتاج تعملها؟ انك تفهم مين الشريحة المستهدفة بكل ابعادها. هم مين؟ بيبقوا موجودين على انهي منصة؟ لان لو انت بتخاطب الدول العربية، ففي دول عربية بتحب السناب شات اكتر، في دول عربية بتحب الفيسبوك اكتر، في دول عربية بتحب الانستجرام والفيس، تويتر، لينكد ان. فمهم تذاكر كويس قوي مين الفئة المستهدفة. عرفت هما مين وبيقعدوا على انهي منصة، ده مش كافي، لازم تدخل في اعماق التارجت اودينس، او بنسميها بشكل اكبر الباير بيرسونا. الباير بيرسونا شخصية المشتري، بيحب ايه، بيخاف من ايه، نفسه يوصل لايه، وازاي منتجك انت يساعده انه يوصل للحاجة دي. علشان العميل يشتري بيمر بمرحلة احنا بنسميها الباير جيرني. دول بيبقوا 5 مراحل. لو انت فهمتهم كويس جدا هتبقى سهل جدا تقدم المحتوى الجذاب اللي بياخد العميل من ايده من مرحلة لمرحلة لمرحلة لحد ما يوصل انه يبقى عميل ليه ولاء لمنتجاتك وخدماتك. اول مرحلة بيمر بيها العميل هي مرحلة الاويرنس. احيانا العميل بيبقى عنده وعي انه عنده مشكلة، واحيانا بيبقى ما عندوش وعي. واحيانا بيكون جايلك وهو عارف ايه مشكلته وايه حلها من اعلانات تانية. فانت يعني بيقابلك في سكته، فبيبقى بيمشي معاك المرحلة اللي بعد كده. ولكن احنا هنخاطب من scratch from zero، ان احنا نعمل وعي بالمشكلة. يعني تبقى عارف ايه البين بتاع العميل كويس اوي، ايه المشكلة بتاعته، ازاي البراند بتاعك بيحلله المشكلة دي ويخلصه منها. يعني مثلا واحد عايز يتخلص من وزنه، فانت بتقوله انا عندي منتجات صحية تقدر تحقق لك الهدف بتاعك ان انت تخلص من المشكلة دي. طب بعد ما انت عملت كده، عرفته ايه المشكلة وازاي المنتج بتاعك بيقدم الحل، بيدخل في مرحلة تانية ان هو بيبتدي بيقارن بين المنتجات بتاعتك اللي انت بتقدمها ومنتجات تانية بتحل برضو نفس المشكلة. بس هنا تاخد بالك من حاجة، انه في منافس مباشر ومنافس غير مباشر. يعني حل مشكلة ان هو يخس مش هتبقى بس هي ان هو ياخد اعشاب طبيعية ويخس، لا، في بدايل تانية. ان هو ممكن يلعب رياضة، ممكن يعمل عملية تكميم، ممكن يمشي مع دكتور وياخد حمية غذائية ودايت وكيتو والكلام ده كله. فمهم انت بقى ترد على كل الحيرة اللي بيبقى فيها العميل. ايه اللي بيقدمه المنتج بتاعك انت احسن من عمليات التكميم؟ ايه اللي بيقدمه المنتج بتاعك انت احسن من المنافس اللي شبهك؟ ايه اللي بيقدمه المنتج بتاعك انت احسن من الرياضة؟ whatever. انت لازم تكون فاهم
ان العميل عنده مخاوف وعنده مقارنات، فكل piece of content انت بترد على اسئلة هو ما سألهاش ولكن بتدور في ذهنه لانك انت ماركتير شاطر. طب المرحلة اللي بعد كده بيبقى خلاص انت عرفت توصله وتقنعه بيشتري. لازم تكون عملية الشراء دي عملية سهلة وبسيطة وممتعة. لو انت بتبيع منتجات، المنتج يوصل زي ما شافه في الصورة بالظبط. لو انت المنتجات دي بتاخد وقت، فانت حددت له 3 ايام، يبقوا 3 ايام. الباكج يبقى جذاب جدا، عليه كارت شكر، حاجة اسمها واو افكت، حاجة غير متوقعة تخلي العميل ينبسط ويفتكرك، علشان بعد كده هتنقل للمرحلة التانية اللي هو الخدمات ما بعد البيع. انت بتبتدي تعرض عليه منتجات تانية، فهو بيحب بقى طالما انبسط من انه هو بيشتري منك المنتج الاولاني، فهيحب يشتري منك المنتج التاني لحد ما يبقى عنده ولاء لمنتجاتك وخدماتك مرة واثنين وثلاثة. دي ببساطة الباير جيرني. في كل مرحلة العميل بيمر بيها انت لازم تكون فاهم هو ايه اللي بيدور في ذهنه، فالكونتنت بتاعك بيرد على كل مرحلة من المراحل دي، وكل الأسئلة اللي هو مسألهاش، وكل الإجابات اللي هو محتاج يعرفها منك علشان يوصل لمرحلة اللويالتي. مهم جدا كمان قبل ما تكتب الكونتنت تعرف حاجة مهمة جدا، why they buy، هما بيشتروا ليه. تمسك المنتج بتاعك كده، فلنفترض انت بتبيع شنط، واسأل نفسك 3 أسئلة. هما ليه هيشتروا المنتج ده؟ ممكن يكون هيشتروا علشان الشنطة دي ألوانها جديدة فترندي قوي. ممكن يكون حد هيشتري الشنطة دي علشان فيها سوست، والسوست مهمة في الشنطة. ممكن حد هيشتري الشنطة دي علشان هو بيروح الشغل فبيحتاجها. فانت بتفهم بقى اللايف ستايل بتاع العميل، وتبتدي تخلي المنتج ده ريممبابل، يعني يتذكره ويحس ان هو اللي هيبقى ماشي معاه في اللايف ستايل بتاعه، ويسهل حياته وتخليها اكثر امتاعا. الحاجة التانية ليه بيشتروا؟ 70% من الناس بتشتري showing off. فعشان كده بنشوف ناس كتيرة قاعدة بتتصور وهي بتشرب القهوة في ستاربكس. فإذا تفكر ازاي المنتج بتاعك لما ينضم ليهم هيعلي الشوينج اوف بتاعهم. تالت حاجة انك ترد على المخاوف اللي جواهم والاعتراضات. يعني مثلا انت ممكن يكون بتبيع كورسات، فالكورسات بتاعتك غالية، هو مش هيقولك انها غالية بس هو ما بيشتريش. فانت لازم توضح القيمة بتاعت الكورسات بتاعتك وازاي التحول هيحصل في حياته من غير ما يسأل السؤال ده، انك انت عارف انها غالية. فلما يشوف القيمة ويشوف الفايدة اللي هيحققها أكبر بكتير من الثمن اللي هو هيدفعه، فوقتها هيبقى بيحب يشتري منك. فلازم تدور على ال3 أسئلة why they buy، هما بيشتروا ليه. مهم جدا تجاوب على الأسئلة دي. طيب يبقى احنا ببساطة كده بعد ما عرفنا وحضرنا مين الباير بيرسونا، وايه رحلة العميل للشراء، وايه دوافع العميل عشان يشتري، نبتدي بقى نحط بقى في كل مرحلة احنا هنحط ايه الكونتنت ويبقى شكله ايه. انا في الاول احط كام كونتنت عشان اعمل اويرنس، احط كمان كام كونتنت علشان اخلي العميل يتحفز اكتر انه يشتري، احط كام كونتنت علشان يبقى فيه تحول بقى ان هو يدخل معايا السيلز فانل لحد ما يشتري ويبقى عنده لويالتي. لو انت عايز تعرف ازاي تسوق بطريقة احترافية، وخصوصا ان في الوقت ده افضل طريقة للتسويق هو التسويق بالريل، فلو انت عايز تعرف ازاي تسوق بالريل
احجز معانا المحاضرة المجانية اللي هتكون زوم يوم 25 سوري، يوم 29/9 على منصة زوم. للحجز والاستعلام اتصل بينا على الموبايل الموجود على الشاشة، أو انضم على جروب الواتساب الموجود في الديسكريبشن.